السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خطيرة. متابعة ممتازة. وصلت لسفيان الثاني، بوفال، حكيم ينادي، حكيم هي وجول 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 وجول. حبة المشماش زياش حطها في الشباك في مدينة سان بيدرو. هنا سفيان يعليها من أيوب الكعبي في الانتدار. هنا ياسين عدلي يغير تماما، تنويع رائع، الكنترول ممتاز. عينك على بوفال، التحضير مين هو؟ ثنائية من أروع ما يكون. الجماهير الإيفوارية كذلك حاضرة بقوة، لأنها تعرف انتصار المغرب يؤهل الكوت ديفوار. الكرة بين، يلا يا أمين، يلا يا عدلي، سدد يا أمين. إيمانويل ناري. هنا الكرة على فكرة زامبيا 84 عالميا. كرة أمامية هذه صعبة، حذر من التسديد. السلام على كرة مرت بردا وسلاما على مرمى ياسين بونو. ريشارسون، وممكن جول. سيلعب التماس لومامبو موسوندا. وفي هذه اللحظات عين الحكم على الساعة يعلن على نهاية المواجهة بالفعل. العربية قبل التاريخ ده، لكن كانوا ماشيين بعقد او بتوكيل وما نقلوش العربية باسمهم. ده النوع التاني اللي اشترى فعلا بعد البدء المبادرة، لكن قبل ما يظهر الشرط ده. ولو اشترى في الفترة الحالية لازم يبقى غامر وممكن ما يدخلش المبادرة. المشكلة في اللي فعلا اشترى خلاص، او اللي كان معاه العربية وما نقلش العربية باسمه. طبعا ده عمل مشكلة كبيرة، خلى ان وسائل الاعلام جريدة منهم وصلت لمسؤول وسألته على الشرط ده، ولكن كان رده قال ان الشرط هو حاليا شرط مطبق ومش هيتراجعوا عنه، لكن ممكن يتم التراجع عنه في حالة توافر شرطين او حالتين. اول واحدة منهم عدد المتقدمين اللي ينطبق عليهم، والشرط الثاني ان العربيات تنتج بأعداد كبيرة، يعني المصانع تقدر تنتج عربيات بعدد المطلوب من الموقع، بالعدد كله، سواء كان اللي ينطبق عليه الشروط أو لا. وبنفس المعنى كان رد مسؤول تاني قال نفس الكلام برضو، قال ان هو لازم الشرط ينطبق حاليا. كان معاه العربية وما نقلتش، طبعا هم هيقدموا كل اوراقهم على الموقع، يكون لهم الاولويه في المراحل اللي بعد كده من المبادره.